الجمهور الكبير ده مش معناه ان كلهم طلابك. وانت يا صديقي معايا في سلسلة 100 قرار لبناء الاكاديميات، والقرار اللي معانا النهاردة بيكسر وهم خطير. مش كل جمهور ينفع يتحول لطلاب حتى لو الارقام كبيرة. كنت في استشارة مع شخصية معروفة على السوشيال ميديا، محتواه قوي وتفاعله عالي جدا، وكمان شغال بقاله فترة كبيرة، وقرر يعمل اكاديمية متخصصة في القرآن. كان متوقع ان الناس هتيجي لوحدها، لكن لما فتح التسجيل كانت الارقام صادمه للاسف بالنسبه له. وهنا سالته سؤال بسيط جدا: هي الناس اللي بتتابع حضرتك بتتابعك علشان خاطر ايه بالظبط؟ قال لي انا بتكلم في موضوعات عامه، قيم، نصايح للشباب، تحفيز. قلت له ممتاز جدا، بس خلينا نكون صريحين شويه مع نفسنا. الناس شايفه حضرتك صوت عام وكبير جدا، مش متخصص في القران. وهنا جه دور التحليل، وعملنا تحليل عميق جدا وقوي جدا، وسالته اسئله تحليل. آخر 30 فيديو كام واحد فيهم بيثبت تخصصك في القرآن؟ كام مرة قلت للناس أنا بحل مشكلة إيه في تعليم القرآن؟ هل فعلا في جمهورك في ناس مهتمة فعلا بالقرآن، ولا أغلبهم ناس بيتابعوك؟ الجمهور متجمع حوالين صورتك لأن صورتك عامة والناس بتحبك والجمهور عام. ولكن لو فتحت أكاديمية متخصصة في القرآن فجأة، فالجمهور غالبا مش هيتحرك لأنه لسه مش شايف حضرتك في التخصص ده. لو هتبني أكاديمية متخصصة لازم تعرف جمهورك إنك متخصص أصلا في القرآن. وده يا صديقي كان قرار من 100 قرار لازم تعرفهم قبل ما تبدأ أكاديميتك.